في شمال إفريقيا تحت الحكم البيزنطي كانت تبسة مدينة استراتيجية مزدهرة، لكنها عانت من الضرائب الباهظة والاستبداد. في عام 647 للميلاد قاد عبد الله بن سعد بن أبي السرح جيش المسلمين نحوها، فواجهوا مقاومة بيزنطية شرسة، لكنهم بفضل حنكتهم العسكرية فرضوا عليهم حصارا انتهى بانتصار، لتصبح تبسة أول مدينة جزائرية تعانق الإسلام. لم يفرض الإسلام بالقوة على سكان المنطقة، بل انتشر بالحكمة والعدل فاعتنق طوعا. مع انتشار الإسلام تحولت تبسة من قاعدة عسكرية إلى مركز حضاري، حيث بنيت المساجد الأولى مثل الجامع الكبير ومسجد سيدي يحيى، وأصبحت مركزا لنشر العلم حيث ازدهرت فيها المدارس الفقهية. تأثير تبسة امتد إلى باقي الحواضر الجزائرية، إذ أصبحت منطلقا للفتوحات الإسلامية وساهمت في نشر الإسلام والثقافة العربية في الشمال الإفريقي. اليوم تبسة ليست مجرد مدينة، بل شاهدة على لحظة تاريخية عظيمة غيرت مسار الجزائر للأبد.